أكد النادي الأهلي أنه حدد احتياجاته بالفعل لشهر يناير المقبل. ستعقد جلسة مع المدير الفني للأهلي بعد بطولة السوبر المصري لأخذ رأيه في بعض اللاعبين قبل التحرك رسميا لإتمام صفقات مبكرة قبل شهر يناير. نفى أحمد شوبير صحة كل ما يثار عن اتفاق النادي الأهلي مع اللاعب المغربي الشاب فؤاد الزهواني لتدعيم الجبهة اليسرى. هناك خلاف في الرأي داخل الأهلي بين مؤيد ومعارض لفكرة التعاقد مع الأنغولي فابيو أبرو هداف الدوري الصيني بسبب وصول اللاعب إلى 32 عاما، مما يثير التخوف من تكرار تجربة أنتوني موديست. هناك اتجاه كبير لعرض فابيو أبرو على المدير الفني للأهلي لأخذ رأيه بعد السوبر المصري. سبق للأهلي أن أنهى التعاقد مع فابيو أبرو، ثم تراجع عن ضمه في اللحظات الأخيرة لأسباب طبية، وتبين لاحقا أن الأهلي كان مخطئا في تشخيصه، وأن اللاعب لم يكن يعاني من إصابات مزمنة. أعادت شركة تسويق طرح اسم المهاجم الغني عبد العزيز يعقوب على الأهلي بعد تألقه في الدوري الصيني، حيث سجل 10 أهداف وساهم في 7 أهداف أخرى في 29 مباراة. طالب هاني رمزي مجددا بإشراك جناح الأهلي الشاب محمد عبد الله في المباريات ومنحه الثقة، طالما أن اللاعبين الأساسيين في مركزه لا يقدمون مستوى جيدا. الاهتمام الكبير بمحمد عبد الله في التدريبات الأخيرة من قبل المدير الفني يؤكد أنه قد يكون له دور كبير في السوبر المصري، سواء كعنصر أساسي أو كورقة رابحة من على مقاعد البدلاء. المدير الفني للأهلي يضع برنامجا خاصا لمحمد شريف وأحمد رضا لتجهيزهما للمباراة النهائية بعد استبعادهما من حساباته في مباراة سابقة لعدم الجاهزية الفنية وعودتهما مؤخرا للتدريبات. أكد طبيب الأهلي أن إمام عاشور سيتمكن من العودة للمشاركة مع الفريق في المباريات ابتداء من مباراة شبيبة القبائل الجزائرية التي ستقام بعد التوقف الدولي القادم. نادي المصري البورسعيدي ينفي ما يثار حول تواصل الأهلي معهم مجددا للحصول على خدمات أحمد عيد أو خالد صبحي، ويؤكد أن آخر تواصل كان في الانتقالات الماضية وكان بخصوص أحمد عيد فقط، وتوقفت المفاوضات وقتها. أكد الإعلامي يعقوب السعدي أنه يستبعد تماما تفريط الجزيرة الإماراتي في إبراهيم عادل في الانتقالات الشتوية، مشيرا إلى أن هذا الموضوع منتهي تماما، وقد تأكد بنفسه من هذه القصة. بيراميدز يجدد اهتمامه بضم أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي في الانتقالات الشتوية القادمة. فاز أيمن الشريعي برئاسة نادي إنبي في ولاية جديدة. انتقد أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي بشدة الارتفاع الجنوني لأسعار اللاعبين في مصر، ويؤكد على ضرورة وضع حد لهذه المسألة لرابطة الأندية. أكد محمد عبد الجليل نجم الأهلي السابق أن اعتراف ثروب بمشاكل الأهلي الدفاعية يمثل بداية الطريق الصحيح، وأن العمل على إصلاح هذه الأخطاء سيكون نقطة عودة الفريق. يرى محمد عبد الجليل أن الفريق ظهر مؤخرا أكثر تماسكا من الفترات الماضية، وأن الأهلي سيستعيد قوته تدريجيا. أكد عماد متعب أن تغيير المدربين كثيرا في الأهلي أثر بشكل كبير على الفريق هجوميا. لا يتفق عماد متعب مع من يقولون أن إمام عاشور هو السبب الرئيسي في أزمة الأهلي الهجومية، مشيرا إلى أن عاشور عنصر في منظومة متكاملة، ولو أن العناصر الموجودة حاليا كانت في حالتها لما ظهر تأثير غياب إمام بهذه الطريقة. أكد هاني رمزي أن بطولة السوبر المصري هي فرصة رائعة جدا للاعبي الأهلي لمصالحة الجماهير بعد التقصير في الأداء خلال الفترة الماضية. قاد محمد عواد نادي الزمالك للفوز على بيراميدز بركلات الترجيح. ضرب الزمالك موعدا مع الأهلي في نهائي السوبر المصري. تترقب الجماهير مباراة نهائي السوبر، خاصة بعد فوز الأهلي في آخر مباراة جمعتهما منذ فترة قصيرة. تتحرك بعثة الأهلي المتواجدة في الإمارات إلى مدينة أبو ظبي في رحلة مدتها 2 ساعات بالباص. سيقام نهائي السوبر على ملعب محمد بن زايد. حصل أحمد نبيل كوكا على إشادة خاصة من ياسثروب بعد مباراة سيراميكا كليوباترا. جاءت إشادة كوكا بسبب التغطية العكسية المميزة التي قام بها في الهجمة الخطيرة لسيراميكا التي كاد أن يسجل منها فخر لقائي. يواجه براتشار مهاجم الأهلي شبح الغياب عن المباراة النهائية بسبب الإصابة. تجرى محاولات خلال الأيام القليلة القادمة لتجهيز محمد شريف فنيا لقيادة الهجوم في المباراة.
تجهيز شريف يهدف إلى تجنيب الفريق الاضطرار للعب بطاهر، حظي المستوى المميز الذي ظهر به تريزيجيه ومروان عطية وأليو ديانغ وبن شرقي وزيزو أمام سيراميكا كليوباترا بإشادة كبيرة من الجماهير على وسائل التواصل الاجتماعي. موقع سوفا سكور العالمي والمتخصص في الإحصائيات منح غراتشار مهاجم الأهلي أفضل تقييم في المباراة بعد تسجيله هدف الفوز للأهلي. منح موقع سوفا سكور تريزيجيه ثاني أفضل تقييم في المباراة. حصل تريزيجيه على ثاني أفضل تقييم بعد تقديمه مباراة كبيرة وتسجيله هدف المباراة الأول برأسية رائعة. قناة دبي الرياضية تؤكد أنه لا توجد أي ركلة جزاء لسيراميكا كليوباترا في الكرة المثيرة للجدل أمام الأهلي. أكدت قناة دبي الرياضية أن حكم الفار كان موافقا جدا وطبق القانون بحذافيره. في كرة ياسين مرعي، أكدت قناة دبي الرياضية أن يد مدافع الأهلي كانت في وضعها الطبيعي ولم يكن هناك تعمد لتكبير حجم الجسم أو عرقلة الكرة. في كرة كوكا، ذكرت قناة دبي الرياضية أن الكرة جاءت من قدم اللاعب إلى يده. وفقا لقوانين اللعبة، الكرة التي لمست يد كوكا لا تستحق ركلة جزاء أيضا.